جمال عبد الناصر لانتقادات وضغط شديد من قادة الدول العربية، وإن إزاي مصر تتخلى عن العرب، وإن الناس ممكن تموت ومش هيلاقوا يشربوا والكلام ده كله، نفس اللطم اللي بيحصل اليومين دول. المهم وقتها الرئيس عبد الناصر رد عليهم وقال لهم والله أنا مش معترض، بس يا جماعة والله أنا مش جاهز للحرب دي دلوقتي، أنا عندي خطة اقتصادية شغال عليها دلوقتي عشان تأمن الجبهة الداخلية، بحيث لو دخلت حرب تاني يوم محدش يلوي دراع لا بأكل ولا بشرب ولا باحتياجات. هو كل اللي طلبه جمال عبد الناصر في القمة دي ادوا له مهلة 10 سنين يكون خلص خطته، تكون المصانع وقفت على رجليها واشتغلت، مع العلم إن وقتها أصلا ما طلبش من حد ولا سلاح ولا فلوس ولا أي قوات، هو كان مستني يخلص خطته، وكمان كان مستعد إنه يشيل الليلة كلها لوحده، بس شرط الوحيد إنه يكون جاهز. مين بقى اللي كان قاعد وسمع الكلام ده كله؟ أجهزة الاستخبارات الفرنسية، واللي كانت مرشقة القاعة ميكروفونات تجسس. وقتها الاستخبارات الفرنسية اتفقت مع ملك المغرب انت هتسجل لنا المحادثة السرية دي، في المقابل هنديك المعارض الكبير ليك اللي قاعد عندنا في باريس. يعني تخيل ملك المغرب وقتها يعني خان الدول العربية كلها عشان بس فرنسا تديله واحد مهم بالنسبة له، يعني كان واخد الموضوع أمر شخصي بالنسبة له. والاستخبارات الفرنسية كلها كانت حاضرة قمة لايف مع القادة العرب، عشان طبعا أول ما عرفوا إنه اجتماع سري شكوا فيه، ولما سمعوا كل الكلام اللي اتقال في أجهزة التصنت قاموا على طول راحوا ناقلينه للكيان الصهيوني والأمريكي. الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والصهيونية بعد اللقاء ده اتأكدوا من حاجتين، أول حاجة إن جمال عبد الناصر مش مستعد